اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم خفيف وظريف. كيف ما تشوفوا ما شاء الله برشا مكونات قدامي، على خاطر ان شاء الله اليوم باش نشارك معاكم وصفة الموسلي التونسي بالعلوش ولا بالحم الغنمي وخبز الدار. كي يبدا عندنا عجين ولا خبز، اول حاجة نبداو بها هي العجينة باش ترتاح في راحتها. هنا عندي 500 مليلتر ماء، تقريبا حطيت 450 مليلتر من الماء الدافي، وعندي 800 غرام فرينة ولا دقيق أبيض، وكيف كيف عندي 200 غرام سميد أرطب ولا اللي هو الإكسترا فينو رقيق اللي نعملو به الملاوي. باش نلحق السميد على الماء ونضيف عليهم 15 غرام في خميرة خبز. بما حكم انها الدنيا سخونة والحال سيف، العجينة في ساعة تخمر وما تحتاجش برشا كمية خميرة. انا حطيت غير 15 غرام، لو كان جينا في الشتاء نحطوا اكثر. باش نضيف عليهم مغرفة صغيرة من السكر باش الخبز متاعنا يتحمر كيف يطيب والخميرة زادة تتفاعل. نخلطهم شوية وبعدك نضيف عليهم كمية الفرينة الكل. كيما ريتو انا باش نعجنها في العجانة، لو كان ما تحبش تعجن في العجانة عادي تحط في المعجنة ولا في القصعة ونفس الشيء. هنا نضيف كمية الفرينة عادي، ما هوش فرينة الخبز، فرينة متعددة الاستعمالات، وباش نحطها تتعجن. هنا زاد ضفت مغرفة صغيرة ملح، الكل في الكل كيما شفتوا. المواد الجافة عندي كيلو اللي هما 800 غرام فرينة و200 غرام سميد، 15 غرام خميرة، ومغرفة صغيرة سكر، ومغرفة صغيرة ملح. بالنسبة لكمية الماء راني باش نضيف تقريبا استعملت 600 مليلتر ماء الكل في الكل. كما شفتوا لهنا حسيتها شايحة العجينة متاعي، ضفت لها تقريبا 100 مليلتر ماء. هنا نخليها تتعجن تقريبا 10 دقائق في العجانة، ولو كان باش تعجنها بيديك اعجنها مدة 15 دقيقة على خاطر فيها السميد ما هيش فرينة بركة. ومن بعد ما تتلم العجينة عندي كما تشوفوا باش نضيف لها تقريبا 30 مليلتر من زيت الزيتون، يعطينا مطعم بنين في الخبز ويعطي العجينة متاعنا زاد قوام باهي. من بعد ما نضيف الزيت للعجينة نخليها تتعجن تقريبا مدة دقيقتين للي يدخل الزيت في العجينة مليح مليح، وكاهو بعدكش نغطيها بالبلاستيك غذائي ونخليها ترتاح على الأقل مدة نصف ساعة. صايه هنا العجينة متاعنا تعجنت، باش نلمها شوية بيديا في وسط البول ونغطيها كيف ما قلت لكم ببلاستيك غذائي ولا منديلة ونخليها ترتاح مدة نصف ساعة. ما شاء الله الجو حار تبارك الله، ما تستحقش برشا وقت، في ساعة تخمر بإذن الله. وتوا نرجعوا للدبارة الرئيسية نتاعنا ولا للوصفة الرئيسية اللي هو موسلي تونسي بالعلوش ولا هو اللحم الغنمي. في الطنجرة باش نقص تقريبا كعبتين بصل، خاطر البصل اللي عندي صغير، لو كان عندك بصل كبير كعبة بركة تكفي، هكا نقصوها جوانح. ونضيفوا كمية قليلة من الزيت بما انه اللحم علوش يكون قوي. شفتوا شوية بركة زيت تقريبا 3 مغارف، وريقة رند تعطيه بنة، ونحط طروف اللحم اللي باش نطيبه. ضفت عليهم عرف كليل اخضر ولا هو اكليل الجبل اللي هو الروزماري زاده اخضر هكاك يفوح يبن اللحم بالكدا، من غير ما نفوح من غير ما نحط حتى حاجه من الفحات، نحطهم يتقليو تقريبا مده 5 دقائق هكاك فوق النار باش اللحم يسيب المطعم نتاعو. بالنسبه للفحات باش نستعمل مغرفه كبيره تبلو كرويه، مغرفه كركم، مغرفه ملح، ونص مغرفه صغيره فلفل اسود. يا حبذا لو كان جا عندي شويه هكا زعفران حر ولا زعفران شعر نجم نحطه في الماء، ولكن للاسف ما عنديش. جود بالموجود، متوفر الكركم نحطه الكركم عادي. انا باش نضيف تقريبا نص كاس صغير متاع ماء سخون باش الفاح متاعي ما يتحرقش ويعطي بالمراره شويه بركه، ونخليهم هكا يغليو مع بعضهم شويه، وبعدك نمرقهم بالماء.
هنا الموسلي متاعي بصراحة خيرت نطيبه بالطريقة التقليدية اللي تجيب اللحم والمرق وحده في طنجرة وبعدكش نلحقوا على كل شيء. نجمو زاد نفوحوا كل شيء في البارد، اللحم والخضرة متاعو وكل شيء، وندخلوه للفور يطيب، نغلفوه بورق الزبدة وبورق ألمنيوم ويدخل للفور ولا الكوشة يطيب. هنا تقريبا بعد مرور 10 دقائق باش نمرقه بالماء. اللحم اللي عندي صغير ما يستحقش برشا وقت باش يطيب، تقريبا ضفت عليه نصف إيترا ماء، اكيد الماء يكون سخون يغلي. كي نقولوا موصلي نقولوا بطاطا وفلفل وطماطم. هنا سبقتكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، قشرت كعبات البطاطا اللي عندي وحطيتهم في الماء، وهنا باش نقصهم بهذيك القطعه المشرشفه. قلت لكم راني باش نبدل الماء ونرجع لكم. انا بديت نقطع في البطاطا بالقطعه هذه، نقص الكميه اللي عندي الكل ونحطها في الماء حتى يشلين يجي وقت القليان متاعها. الموسلي بالعلوش نحسه هكا من الوجبات الصيفيه، حاجه خفافه هكايا الحقيقه. كملت البطاطا باش نتعدى نقص الطماطم. كيف كيف هنا نحيلها هذيك الراس من فوق ونقسمها هكايا قطع ونحطها على جنب حتى لين يجي زيد هي وقت القليان متاعها. كيف كيف الفلفل نظفته، عندي هذا الفلفل حار وفلفل حلو اكيد مغسول ونظيف، نشقه ونحط له شويه ملح. كملت الخضره ونحيتها من قدامي، تويكا نرجعوا للعجينه. تبارك الله العجينه ما شاء الله خمرت، بحكم الدنيا سخونه والكوجينه سخونه ما شاء الله خمرت بالكدا. هنا باش نحاول نديق غازيها ونحيلها الغازات اللي فيها، وبعدكش نقسمها على حسب قداش من خبزه باش نعملها. ما شاء الله العجينه طريه تبارك الله خامره مليح. هنا باش نضيف لها شويه زيت باش نجم نتحكم فيها او نجم نقطعها. كيف ما قلت لكم نحيو لها الغاز اللي فيها على خاطر هي بطبيعتها باش نقسموها وترجع تعاود تخمر شوي. العجينه هذه ما شاء الله تجيب لنا تقريبا ما بين 4 ولا 5 خبزات متوسطين الحجم. انا حبيت نعملهم متوسطين هكا، مش كبار ما همش صغار في نفس الوقت. عملنا بركة 2. هذه الثالثة. ما شاء الله جابوا لي 4 خبزات متوسطين وواحدة صغرونة، هذيك خبزة آيات بطبيعة الحال. هنا باش نجيب سميد أرطب باش نحلهم على السميد. الخبز متاعي باش نحلو على السميد، لو كان ما تحبش تنجم تحلو بالزيت ولا بالفارينة ولا لكم حرية الاختيار. انا هنا خيرت نحلو على السميد. بطبيعة الحال طبق الفرن مغلف بورق الزبدة، والفور قاعد يسخن على اعلى درجة اللي هي 200-220 كل واحد والفور متاعو. انا كملت حليت الخبزة الثانية وبعدكش نغطيهم بالمنديلة ونخليهم مدة 10 دقائق وبعدكش ندخلهم للفور. كما شفتوا هنا الخبز حطيته في الطبق، نغطيهم ونخليهم نكمل نحل باقي الخبز بنفس الطريقة. ومن بعدكش نرجع للحم. ما شاء الله لقيته طاب ما شاء الله تبارك الله، طايب زبدة الصوص طايبة بالكدا في حقها. باش نتعدى نقلي البطاطا نحيت لها الماء متاعها صفيتها وحطيت لها شوية ملح. فما شكون يحب يحط لها شويه كركم ولا تابلو كروينه، الحق ما تعجبنيش. نحبها شويه ملح بركه، نحطها تتحمر في الزيت زاد ما نخليهاش اللون نتاعها يغمق برشا. الى محل نوعيه البطاطا اللي نستعمل فيها باهيه، بطاطا خاصه بالقليان. كملت قليت كميه البطاطا الكل، تويكا باش نقلي الفلفل ومن بعد الطماطم. بعد ما قليت الفلفل والبطاطا والطماطم هنا خديت بيريكس ولا طبق الفرن اللي
طبق يدخل الفور عادي، نحطو فيه البطاطا فوق، نستويوها هكا نوزعوها على الطبق الكل. بعدك نحطو فوق البطاطا اللحم والطماطم نحطو اللحم، توي كنضيفو القطع متاع الطماطم اللي سبق وقليتها، من بعد نكمل نضيف الصوص متاع الموصلي ولا اللحم اللي طاب فيها وندخلو للفور. هو بطبيعتو الفور بطبيعة سخون، كنت نطيب فيه في الخبز. ندخل الموصلي متاعي يتجمر مدة 10 دقايق ما اكثرش. فما شكون يحب يحتفظ به هكا، فما اللي يحب يدخلو يتجمر في الفور مدة 10 دقايق، وفما اللي ما يدخلوش للفور اصلا. كان عندك طاجين فخار مثل هذاك الطاجين المغربي، تنجم تحط كل شيء مع بعض وتخليه فوق الغاز مدة 5 ولا 10 دقايق. هنا ضفت راس بصل صغير قصيته دوائر ودخلته كيف ما قلت لكم للفور مدة 10 دقايق. ما شاء الله هاك تشوفوا فيه خرجته مازال يغلي. نزينه بالفلفل اللي قليته، نزيد نضيف له قطع قارص ولا ليمون، فما ناس تحب تعصر القارص على اللحم. الحقيقه لهنا ناقصو رشه معدنوس وبصل، للاسف ما عنديش معدنوس. هذا المصلي ما شاء الله يشهي تبارك الله. هنا رافقته مع طاجين دجاج وسنبناخ، ما شاركتوش معاكم في الفيديو هذا. شويه زيتون وكورنيشون، الخبز اللي طيبناه مع بعضنا، كويس ليموناده. اكيد واحد بعد اللحم يلزم يختمها بكويس ليموناده باش يهضم. وهذا فيديونا لنهار اليوم، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما بقى لي باش نقولكم في حلقه اخرى وبنا اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.